السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا بطاطا معمره في الفران اولا الكومبير تركي. غادي ناخذ هنا 3 بطاطات، من الاحسن يكونوا نفس الحجم، انا خديت باللي عندي يكونوا مخادين. غادي ناخذ لاطا ديال الفران دايره فيها بابي كويسون، وغادي ناخذ 3 ديال البطاطا ديالي نستفهم هنايا، وغادي نجيب شويه ديال زيت العود نرشهم بزيت العود، وناخذ الملحه والابزار، وغادي ندهنهم مزيان بهاد الملحه والابزار والزيت. هنايا غادي نكون كنوجد البطاطا الفران، غادي يكون شعلتو يسخن ليا مزيان. عاد ندخل البطاطا للفران ونخليها طيب على خطرها. اللي بغات تغلفها بابي كويسون الومنيوم ماشي مشكل، ممكن تغلفوها، انا ما غلفتهاش حيت كنت باقي ما وجدتش المقادير، خليتها طيب على خطرها. وعلى ما نوجد المقادير باش غادي نعمرها، وديك الساعات نكمل المراحل اللي بقات. المهم غادي ندخلوها للفران حتى طيب مزيان. باش نعرفوها طابت غادي نقلبوها بالموس، اون فوا دخلنا الموس بسهوله نعرفوها طابت، ديك الساعه نخرجوها. هنايا راني وجدت المقادير باش غادي نعمرو البطاطا. ممكن ديروا اضافات اخرى، ممكن تنقصوا شي حوايج من هنايا، المهم على حسب الرغبه. هنايا هي البطاطا ديالي بعد ما طابت راني قلبتها بالموس واجده. غادي ندوز معكم للحشوه. بالنسبه للحشوه نحتاج هنا الخس مقطع، فرماج مثلث، الطون، زيتون مقطع، العظم، بصله، مايس، وهنايا الابزار والملحه، وهنايا الفرماج انا عندي هنا غير موتزاريلا قضيت به، ممكن تستعملوا موتزاريلا مع فرماج احمر ولا اي فرماج عندكم ممكن ديروه. خديت هنايا البطاطا ديالي، انا هنايا غادي نقسمها على جوج حيت سخونه بزاف، ما قدرتش نتحكم فيها وهي سخونه وكنت مزروبه، ما قدرتش نخليها هكاك صحه. اما هي نورمالمون الطريقه ديالها كتكون حبه كامله كديروها في الومنيوم وكتحلوها وهي مفتوحه هكاك ملاصقه، ما كتفرقوهاش على جوج. بالنسبه لي انا قسمتها هنايا حيت مزروبه وجاتني هي سهله، ما خدتلياش بزاف الوقت باش نوجدها. المهم هنايا بالفورشيط كنحاول نبرك على البطاطا كلها، ما نخليهاش ما نخلي شي بلاصه فيها هكا صحيحه. فهادي كندير المعجون ديال البطاطا بالفورشيط ونبقى تنكمل كلشي. هنايا كما كتلاحظوا راه البخار كيطلع، راه سخونه بزاف، داكشي علاش ما قدرتش نخدم بها من الفران نيشان بديت. غادي ناخذ هنايا باش غادي نسم البطاطا، غادي ندير ضروري شويه ديال زيت العود، وغادي ندير شويه ديال الفرماج مثلث. المهم البطاطا راه كتبغي باش كتنسم هي ناشفه، كتبغي الزيت، كتبغي الفرماج باش كتجي هي هذيك في المذاق. كندير شيشه ديال الابزار، اللي بغى يدير الفرماج موتزاريلا حتى هنايا ممكن يديروا، انا درت غير الفرماج مثلث. وهنايا ما درتش الملحه حيت درت الفرماج. اللي كانت عنده بطاطا كبيره وكان غادي يدير غير شويه الفرماج ممكن يزيد شويه الملح باش ما تجيش مسوسه. وما ننساوش باننا غنديروا الطون المالح وغادي نديروا الفرماج حتى هو مالح احمر اولا موتزاريلا. المهم غادي نبقى هنايا حتى نخلط داك الفرماج مزيان مع البطاطا، وغنزيد شويه الزيت راه كديروه عينكم ميزانكم باش ما تجيكمش البطاطا ناشفه، وما تكثروش بزاف، غير بشويه بشويه نتوما كتخدموها باش تعرفوا القياس اللي غادي ديروا الزيت باش فاش تاكلوها ما تجيش ناشفه بزاف. المهم هنايا غادي ندير شويه ديال الخس، غادي نديروا الزيتون مقطع طرونشات بالعظم. هنا الاضافات راه ممكن ديروا اللي بغيتو. هنا البصله حتى هي مقطعه، اللي بغات دير البصله ممكن يستغني عليها ولكن حتى هي كتجي زوينه. بطاطا كتوتيها اي حاجه معاها كتجي معاها، كيجي معاها كلشي. من الخضره من اللحوم حتى هي ممكن ديروا الطون، كفته، العدند. المهم داكشي على حسب الرغبه، ممكن ديروا حتى كروفيت كيجي معاها زوين. هنايا درت الطون من الفوق، وغادي ناخذ دابا الفرماج غادي نديرو فوق منها. راه قلت لكم هنايا ممكن ديروا فرماج احمر موتزاريلا مخلطين، انا درت غير موتزاريلا ودرت رشيشه د الابزار. وغادي نكمل البطاطا ديالي كامله وغادي نستها في اللاطه ديالي، وغادي نوريكم النتيجه النهائيه قبل ما تدخل الفران عاد ملي ندخلها. المهم ها هي انايا ستها كامله عمرتها، غادي ندخلها الفران سخون، غير دوبلي الفرماج وغادي نخرجها تشوفوا النتيجه النهائيه.
بالنسبه للاضافات ممكن ديروا خيزو محوي الا بغيتو كيعجبكم، ممكن ديروه. هنايا بعد ما دخلتها للفران هي وجدت ليا دابا الفرomاج، اشيتها بشي شويه ديال المعدنوس وقدمتها في الطبق، زينتها بطوماط سوري. المهم تقدم كيبقى حسب الرغبه، ممكن تستعملوا الخس معاها، ممكن تقدموها غير هكاك. وكما قلت لكم ممكن ديروا كفيته لا داند، كروفيت، على حسب الموجود. راه ما كتهزش بزاف ديال المقادير وكتجي واعره في المذاق، والدراري كيحماقوا عليها ياكلوها لكم، لان بطاطا الدراري كتعجبهم بزاف. وهنايا ممكن تدخلوا لهم الخضره فيها وغادي ياكلوها لكم مع الفرomاج، غادي تعجبهم بزاف. كنتمنى تجربوها وبالصحه والراحه وبسلام عليكم، حتى الفيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم ومن التعليق ديالكم الزوينه، واللي ما مشتركش مرحبا به. والى اللقاء، فيديو جديد. مع السلامه، وعشر مبروك بالصحه والسلامه.